تعالى نرسم وش سعيد، دايرة، علامة الزائد اللي في النص اللي دايما بنتكلم عنها، والحواجب المرفوعة عاملة زي قوس كده، وعندك العينين ممكن نعملها ايه مغمض كده بحيث ان الراجل ده بيضحك، وادي المناخير، وادي البق، وادي تفاصيل بقى الشفايف والكلام ده كله. الودان في نفس محاذاة العينين، ادي الشعر، وندي بقى تفاصيل شوية للوش، ما نخلوش بيضاوي قوي كده. ممكن مثلا نعمل له ايه عظم الدقن كده، ممكن نخلي مش جاي بدوران كده، لا جاي بزاوية شوية. لو رسمنا شنب للراجل ده، يبقى الشنب ماشي مع الشفة اللي فوق زي ما دايما بنتكلم وبنأكد عشان ما تلخبطش نفسك. ممكن الشنب يبقى نازل على الشفايف اللي فوق يغطيها خالص، عادي. طب لو عملنا دقن كده صغيرة كده هنا، تمام. تقل شوية على الشعر. هي الميزة في القلم الرصاصي اللي انت بتخف ايدك وبتقل ايدك حسب ايه، حسب المود اللي انت بترسم فيه او حسب التظليل اللي انت بتظلله او الكلام ده كله. ده راجل بيضحك فرحان مبسوط، بيضحك على نكتة متعرفش. طيب تعالى بقى الراجل مثلا يكون حزين او غضبان، برضه هناخد شكل الدايرة. دي علامة الزائد. خلي علامة الزائد بقى ما تبقاش في النص بالظبط، لا خليه باصص للجنب كده بشوية، فالخط اللي بالطول ده هيتحرك معانا كده شوية. ادي العين، وادي تكشيرة الحواجب، يعني ايه زي 7 كده، زي ما كنت انت كاتب 7 رقم 7. وادي المناخير، طبعا كله جاي مع اتجاه الخط اللي بالطول. وادي البق بتاع الراجل الغضبان، وادي نين العين. الغطسان بقى في ايه، في نزلة الحواجب بالجفون بالكلام ده كله، فبيديك احساس بالغضب اكتر. ادي العين، نعمل له مثلا ايه تجاعيده كده تحت الايه، تحت الجفن اللي تحت يعني. وادي الدقن ايه، يعني عظمة الدقن كده اللي هي بتبقى بارزة تحت شوية. وادي الودان في نفس محاذاة العينين عادي جدا. ما تلخبطش نفسك في حكاية الودان دي، خلاص الودان مع العينين في نفس الخط اللي بالعرض، سواء بقى كانت فوق كانت تحت، الكلام ده مش هيفرق خالص. نعمل له بقى شعر قصير كده. ممكن نقربهم من بعض اكتر مع التجاعيد اللي بتبقى في ما بين الحاجبين، بيديك احساس بالغضب اكتر. ادي المناخير. بص مع الايه، مع احساسي اللي هو الحزين او اللي هو الغاضب او كده، بيبان معاه تجاعيد الوش اكتر. تعالى نرسم شخص حزين. ادي علامة الزائد، ونخلي بقى ايه الخط اللي بالعرض نازل لتحت كده شوية، لان الراجل حزين فيبقى باصص لتحت مثلا او ايه، مخلي اتجاه راسه للاسفل. ادي العينين الحزينة اللي هتبقى زي بقى، بدل دي 7 لا هنكتب زي 8. وادي المناخير، وادي البق يبقى قوس لتحت كده. الودان في نفس محاذاة العين، نفس الخط اللي بالعرض هيبقى ايه عليه الودان كمان.
شايف انا مش محدد اصلا ايه اتجاه الشعر يبقى عامل ازاي، يعني بتيجي كده واحنا بنرتجل مع بعض يعني. انا بصراحه يعني بسجل الفيديو ده وانا مش متارجت حاجه معينه، بس جت في دماغي كده ان احنا ممكن نتكلم شويه ايه في رسم الوش، ايه بتعبيراته، الحزين الفرحان الكلام ده كله. تجاعيده بقى اللي هي بتبقى نازله ما بين ايه، من عند المناخير، جنب المناخير كده، اللي ايه جنب الشفايف تحت. ادانا شكل حزين لهذا الشخص. ممكن نطول دقنه شويه بحيث ان ايه الراجل ده كئيب بقاله كام يوم مثلا. عارف الدقن بقى هو مش ملتحي، ولكنه مش مهندم او مش مرتب دقنه مثلا او كده. نعملها ايه هيئة نقط عشوائية. طبعا مش لازم كل شخص حزين بنعمل له الدقن بقى طويلة والشعر المنكوش والكلام ده كله، لا يعني بيبقى ممكن واحد يعني عايش حياته عادي ولكن حزن دلوقتي، مش لازم يعني يكون عنده اكتئاب بقاله كام يوم يعني. ادي النقط، وعند الشنب برضو نخليها عشوائية عشان تبين العشوائيه اللي في الموضوع. ممكن مثلا بقاله كام يوم ما بينامش كويس مثلا من الحزن او حاجه مضايقاه، فيبقى حوالين عينيه اسود مثلا، او اللي هو ايه بتظلل كده بتمشي بالقلم الرصاص. تخف ايدك. مش عارف، حاسس ان انا عايز انعكش له شعره اكتر، خليه عشوائي اكتر. تمام، بس عشان ما نقفرش الدنيا. تعالى نعمل شخص هنا بقى مندهش. برضو الدايره، علامه الزائد. الشخص المندهش بيبقى فاتح عينيه جدا، مضمم بقه جدا، رافع حواجبه جدا، الكلام ده كله. ممكن بقى ايه نصغر نن العين بحيث يبان التبريئة. وادي المناخير، وادي البق المضموم، والودان في نفس محاذاة العين زي ما دايما بنتكلم. وتعالى نخلي الوش يعني يبقى زي مثلث كده من تحت. الشخصيات دخلت في بعض مش مشكلة، لكن احنا بنتمرن يعني. طول ما انت بتتمرن ما تفكرش الورق بقى شكلها ايه، ركز بس في الايه في اللي انت بتتمرن عليه تحت ايدك دلوقتي. تمام، يبقى احنا كده رسمنا واحد بيضحك، واحد غضبان، واحد حزين، واحد مندهش. حاول كده ترسم زيهم وقول لي وصلت لفين.